السلام عليكم. النهارده هنتكلم معاكم على أعظم لغة في التاريخ، برغم مرور الزمن إلى إنها قدرت تحافظ على رونقها وأهميتها بين كل لغات العالم. لغة القرآن يا شمس الهدى، صانك الرحمن من كيد العدى. النهارده هنتكلم معاكم عن اللغة العربية. دلوقتي عشان يتقال علينا مثقفين او في مستوى مادي مرتفع بقينا بندخل كلمات انجليزي بين كل كلمتين عربي عشان يعرف اللي قدامنا اننا بنتكلم لغات. في الاصل اننا مسلمين وان اللغة العربية هي لغة ديننا وبلدنا. لو كنت انت من بلد عربي، ليه طول الوقت بنكون دايما حاسين اننا لما نتكلم بس باللغة العربية هيكون كده عندنا نقص في مستوانا الاجتماعي او اننا مش مواكبين العصر وتطوراته؟ كلكم عارفين طبعا ان اللغة العربية هي لغة القرآن واللغة الأساسية في العبادات والشعائر الإسلامية. اللغة العربية بيتكلم بيها أكتر من 467 مليون نسمة. طب تعرف ان اللغة العربية ليها كذا علم مخصوص ليها بس؟ زي علم النحو وعلم البلاغة اللي بيتقسم لعدة علوم: علم المعاني، علم البديع، علم العروض، علم القوافي. ولو جيت قارنت لغتنا باللغة مثلا الإنجليزية، هتلاقي ان اللغة الإنجليزية تطورت واختلفت بشكل كبير على مرور الزمن، في حين ان اللغة العربية بتتوصف بالقوة والصلابة والمفردات اللي صعب تلاقيها في أي لغة تانية. أنت تقدر تتعلم أي لغة بسهولة، لكن اللي يحب يتعلم اللغة العربية من أي جنسية تانية غير العرب هيلاقي صعوبة كبيرة في إنه يتقنها، ودي من مميزاتنا العربية اللي لازم نفتخر بيها. لكن اللي دايما بنلاقيه إن الناس بتحاول تغير دايما من هويتها ومن لغتها العربية، حتى في الكتابات ما بيننا وما بين بعضنا. بنكتب بلغة أرف فرانكو واللي احنا أصلا مش فاهمين احنا ليه بنستخدمها. أنا بتكلم لغة عربية ودي ليها طريقة معينة في الكتابة، ليه بتكتبها بحروف إنجليزي؟ الحاجة اللي بتضيع جمال لغتنا. الجيل الجديد كله أو أغلبه طالع أصلا مش عارف الكتابة الصحيحة للغة، وده اللي هيخلي جيل كامل فاقد للهوية العربية. عارفين إن لغة الفرنكو بيرجع أصلها لزمن سقوط الأندلس؟ لما احتلها الأسبان في البداية كانت مليانة بالمسلمين، خدوا المصاحف ومنعوا الصلاة في المساجد، وبعدين وصل الأمر إنهم خلوا كل اللي بيكتبوا عربي يكتبوها بالحروف اللاتينية مش بالحروف العربية عشان يلغوا تماما اللغة العربية. وده اللي بيحصل حاليا، إننا بنضيع مقدساتنا من غير ما نحس. شيء بسيط جدا بنعمله بيأثر على لغتنا العظيمة. وكمان خلوا بالكم إنه لما بتكتبوا القرآن بأي لغة غير اللغة العربية كده بيعتبر تحريف للقرآن. الآية الكريمة بتقول: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الإدارة الأمريكية أعدت مشروع اسمه تحديث الثقافة العربية، واللي بيستهدف تغيير شكل الحروف العربية واستبدالها بالحروف اللاتينية اللي هي حروف اللغة الإنجليزية. يعني قدام شوية مش هيكون في جيل بيستخدم اللغة العربية بأصلها، سواء الكتابة أو معاني اللغة وجمال عباراتها. أنت بتشارك بدون ما تشعر في تدمير هويتك العربية والإسلامية بخطأ بسيط ممكن إننا نشوفه تافه، لكن أثره قدام هيكون مدمر. خليك فخور دايما إنك عربي، وإن ربنا ميزك كمان بإن اللغة العربية هي اللغة الأساسية ليك. مش حاجة روشة ولا رايقة لما تكتب فرانكو أو تقول كلمتين 3 في نص كلامك بالإنجليزي. ادي لغتك قدسيتها واحترامها، ولما تبقى تقابل أجانب ابقى اتكلم معاهم بلغتهم. أنا مش محتاج أعرف إنك بتتكلم لغات، لكن محتاج منك إنك تحافظ على لغتك وإنها تستمر من جيل لجيل. حافظ على هويتك الإسلامية والعربية وخليك دايما فخور بيها. السلام عليكم.